الاساطير ما سابتش حد في حاله، كل بلد وليها الاسطوره المشهوره بيها. زي مثلا عندنا في كوره مصر كده اسطوره النداهه، وحكايتها باختصار انك تكون ماشي جنب الترعه او الغيط فتلاقي صوت جميل بينده عليك واول ما بتسمع الصوت دوت بتبقى عامل بالظبط زي المسحور، كأنك مسلوب الإرادة، وتفضل ماشي ورا الصوت لحد لما تلاقي بنت جميلة قاعدة مستنياك على جنب الترعة، وهوب تاخدك لعالمها. ولو ما عجبكش العيشة معاها تحت تقتلك أو تهبلك عشان ما تروحش تبوح بالأسرار اللي انت شفتها معاها تحت في العالم بتاعها. لكن بقى لو عجبك العيشة معاها هتقتلك برضك عشان هي ما بيعيشلهاش رجالة. إنك لميت وإنهم لميتون. ومن اشهر الاشاعات اللي انتشرت عن النداهه ان مره واحد ومراته كانوا راجعين من فرح بالليل والدنيا كانت ضلمه كحل، وهم راجعين عدوا ناحيه الترعه، وفجاه الراجل سمع صوت جميل بينده عليه، ياه استاذ محمد. اتسحر الراجل وبقى عامل زي المدهول بالظبط، ولقى نفسه فجاه بيغير طريقه لاتجاه الصوت اللي كان مصدره بنت جميله قاعده جنب الترعه. وفجاه مراته لحقته وفاق على صوت النداهه وهي بتقوله انها في يوم من الايام هتاخده معاها، وبتوعد مراته وبتقول لها ان المره دي خدته منها لكن المره الجايه هي اللي هتاخده. دي بتغزني الوليه، اوعي والنبي لا اضربها على بقها الوليه دي. الراجل المصري يا ساده حتى العفاريت هيموتوا عليه. طب هي الحكايه بقى اصلها ايه؟ عندنا في مصر بنحب نتسامر قوي، وخصوصا كرة مصر اللي كانت بالنسبة لهم الحكايات هي وسيلة الترفيه الوحيد. عشان كده تلاقي الطفل المصري يا عيني كبر على حكاية أمنا الغولة وأم رجلين مسلوخة والسلعوة. ولو مفكرين الأساطير ديت موجودة في مصر بس فلأ، احنا قلنا في أول الحلقة ان كل بلد ليها أسطورة خاصة بيها. يعني مثلا عندك في الخليج أسطورة أم الدويس، الست الجميلة أم ريحة حلوة اللي ما بتطلعش غير الرجالة علشان بتخاف من الستات عشان احنا جامدين قوي، وبعدين تجذب الراجل وتروح واكلاه. وفي اخر الحكايه حابه اعرف رايكم، انتوا بتصدقوا في الاساطير والحاجات ديت ولا بالنسبه لكم العقل الباطن هو اللي بيصور للانسان الحكايه وبيخليه يكمل فيها؟ ولو عجبتكم الحكايه ما تنسوش تتابعوني. انا جهاد.